بيتم حاليا إنشاء كوبري ضخم في منطقة مهمة في اسكندرية، وده علشان بيعدي طريق بيخدم شركات كبيرة في اسكندرية، يعني ليه طابع استثماري، وكمان بيعدي طريق بيخدم منطقة سكنية جديدة بيضيف ليه الطابع الخدمي. بيعدي الطريق ده فوق ايه بقى؟ فوق مزلقان قطر سكة حديد موجود بالفعل، وقدام حضراتكم دلوقتي القطر بيعدي من المزلقان، والكوبري بيتم إنشاؤه فوق المزلقان ده، وكمان بيعدي الطريق من فوق جزء من سكة القطار الكهربائي السريع واللي بيربط العين السخنة بمرسى مطروح، وهيعدي كمان مساره من نفس المنطقة اللي حضراتكم بتشوفوها. كوبري هيساهم في تعمير المنطقة اللي هنكلم حضراتكم عليها دلوقتي، وهيزيد من الجذب السكاني ليها هناك، وهيسهل طريق الشاحنات اللي حضراتكم شايفينها منتشرة في كل جزء من الطريق ده، وقد ايه بتمشي دلوقتي بصعوبة، وبيخدم مشروع ضخم زي المدينة السكنية اللي حضراتكم شايفينها، وبيخدم مشروع ضخم زي القطار الكهربائي السريع. لو حضراتكم معرفتوش لحد دلوقتي بنتكلم عن كوبري ايه، كملوا معايا الحلقة للآخر علشان فيها معلومات مهمة جدا، ومشروع يمكن محدش اتكلم عنه قبل كده، ويمكن الجنب اللي هناك مهمل في التغطية الإعلامية شوية من بعض إعلاميين اسكندرية، لكن دورنا إننا نوضح لحضراتكم كل جديد في محافظتنا الجميلة. علشان كده إحنا مع حضراتكم من المكان اللي بتشوفوه حصري دلوقتي في الصورة، وبنتابع معاكم أكتر من مشروع. وطبعا مش كوبري محمد نجيب أو الكباري اللي كل الناس بتتكلم عنها دلوقتي، حضراتكم جمهور مميز، فبنجيب لحضراتكم كل جديد ومميز في محافظتنا الجميلة علشان تعرفوه مننا قبل أي حد. علشان كده لو حابين تتابعوا معانا كل جديد أول بأول في صور حية وحصرية فقط لحضراتكم، ياريت تشرفوني دلوقتي بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، القناة المهتمة بكل ما يشغل بال الشارع السكندري، وياريت شير كتير علشان كل الناس تعرف الحاجات الجميلة اللي بتتم في بلدنا. وما تنسوش زي ما تعودنا لايك للحلقة، وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود، ويلا نبدأ. منطقة عبد القادر في حي العمرية من المناطق الواعدة الجاذبة للسكان، واللي من المتوقع أن يعيش فيها عدد كبير من المواطنين الفترة اللي جاية، وخصوصا بعد ما تم إنشاء مدينة ضخمة هي مدينة مشارف العمرية اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي في الصورة. ده غير ان المنطقة دي بتتميز بعدد كبير جدا من شركات البتروكيماويات وغيره، اللي بيخليها منطقة جاذبة للعمالة على كل المستويات. التحركات الكتيرة من وإلى المنطقة دي، وخصوصا كمنطقة سكنية أو منطقة شركات، خلى الحاجة لوجود طرق ممهدة عالية جدا. ده غير انه تم البدء الفترة اللي فاتت في تمهيد ورصف الطريق اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي، طريق مدخل زاوية عبد القادر. الطريق اللي تم رصف منه جزء من فترة قريبة، وبيتم حاليا رصف الجزء الباقي وتقسيمه لأربع طرق باتجاهات مختلفة. والمدينة الضخمة اللي بيتم إنشائها حاليا، واللي بدأت بعض العماير منها في التشطيبات زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، مدينة مشارف العمرية، واللي بيتم توسيع الطريق قدامها لاستيعاب حركة مرورية متوقعة أكبر من المعتاد نتيجة الجذب السكاني اللي بقول لحضراتكم عليه. وبيتم عمل شنايش كجزء من بنية تحتية كاملة بيتم إنشائها وتجهيزها علشان تتناسب مع الطلب السكاني اللي هيكون على المكان ده، وكمان بيتم تعليتها عن منسوب الطريق الأساسي، وباين من الصورة دي تعليتها علشان الحاجة بتتعمل من البداية صح. كمان الشاحنات اللي زي اللي قدام حضراتكم، واللي ده بقى طريقها الأساسي ومسار إجباري ليها بعد ما تم تحويل مسارها لمسار إجباري بعد بوابة الكارتة في العمرية، بعد ما كانت بتمشي في الطريق الصحراوي نتيجة الأعمال اللي بيتم تنفيذها لتطوير كوبري العمرية بما يتناسب مع إنشاء القطار الكهربائي السريع، وخلاها تتجه لطريق البتروكيماويات زي ما حضراتكم شايفين في الصورة دلوقتي. وده زاد من الطلب أو من الضغط على الطريق، الأمر اللي خلاه يتم فيه بعض أعمال التمهيد في المنطقة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي، غير رصفه من بدايته من ناحية الصحراوي واللي بيتم حاليا واللي اتكلمنا عليها في بداية الحلقة. ده غير وجود منتجع سياحي في نهاية الطريق، منتجع خان خديجة، وشركات البتروكيماويات وشركة سيدي كرير وبعض شركات النقل والمقاولات، خلى الطريق ده عليه ضغط كبير جدا وبشكل يومي. نيجي بقى للجزء الأهم في الطريق ده، إنه بيعدي في المنطقة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي خط قطار سكة حديد القادم من القاهرة ومتجه لمطروح، مع وجود مزلقان بيتم إغلاقه وفتحه
بعد مرور القطار زي ما حضراتكم شفتوا من شوية. وكمان بيتم حاليا إنشاء جزء من مسار القطار الكهربائي السريع واللي بيربط العين السخنة بمحافظة مرسى مطروح في خطه الأول، واللي هيعدي في المكان ده سواء قادم من محطة العمرية أو من محطة برج العرب. ومع أهمية التقاطعات سواء كانت لخط السكة الحديد أو لخط القطار الكهربائي السريع، ومع أهمية الطريق نفسه واللي بيخدم شركات كتير ومناطق سكنية كتير زي ما قلنا لحضراتكم، كان لازم ومن الضروري إنشاء الكوبري اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي في الصورة للربط ما بين طريق البتروكيماويات وشرق مدينة مشارف العمرية. الصور اللي حضراتكم بتشوفوها لمراحل مختلفة في تاريخ إنشاء الكوبري، واللي حاليا تم تركيب أجزاء من الجسم الأساسي للكوبري سواء في المطلع أو المنزل بعد ما تم تجهيز أعمدته اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي في الصورة. وحاليا بيتم تجهيز القمر الجانبي الخاص بجسم الكوبري واللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي، وكل ده في صور حصرية فقط لحضراتكم جمهور تركاية وحكاية، لأنكم جمهور مميز ويستاهل يشوف كل شيء جديد أول بأول. ودورنا إننا نوضح المشروعات الجديدة ونبين أثرها وفايدتها لينا، ونتابع مراحل تقدمها ونسب إنجازها علشان نفرح بيها مع بعض ونعرف قد إيه هتفيدنا الفترة اللي جاية وإزاي هنستفيد بيها. كمواطن سكندري مبسوط جدا إني بشوف كمية المشاريع دي كلها بتتم في مكان واحد، وخصوصا إن المكان ده ما كانتش كثافته السكانية عالية غير بعض المساكن وبعض التجمعات السكانية الأهلية. وكل المشروعات الضخمة اللي حضراتكم بتشوفوها بيتم تنفيذها دلوقتي في المكان ده هتخليه عامل للجذب السكاني والامتداد العمراني اللي حاليا تتطلبه اسكندرية نتيجة الزيادة السكانية اللي فيها والضغط الشديد على أماكن وسط البلد. تنمية وعمران بيمتد لكل مكان في محافظتنا الجميلة. بنحاول نتابع مع حضراتكم كل جديد في محافظتنا أول بأول وفي أي مكان فيها علشان تشوفوا قد إيه بلدنا بتتطور للأحسن. فلو حضراتكم حابين تتابعوا معانا كل جديد ياريت تشرفوني دلوقتي بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، القناة المهتمة بكل ما يشغل بال الشارع السكندري، وياريت تفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل الأخبار والمتابعات والمشاريع الجديدة اللي بننقلها لحضراتكم من كل حتة في اسكندرية علشان تعرفوها في وقتها وقبل أي حد. ويا ريت شير كتير علشان المعلومات توصل لأكبر عدد من المتابعين ويشوفوا جمال بلدنا. وما تنسوش زي ما تعودنا لايك للحلقة وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود وشكرا لكم.